إذا الناس بتحكي عليك أو بتحكي عليكي وإنتي أو إنت ما بتقدر تجاوب، اسمعوا هالقصة. بس بتمنى منكم قبل ما بلش يا ريت يلي مو مشترك بالقناة يشترك، وأهم شي ما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. خلونا نبلش. كان في بيوم من الأيام رجل كتير غني معه مصاري ما بتاكل النيران، لغاية ما بيوم من الأيام إجا لعنده جاره الفقير قال له: انت ليش ما بتتصدق مثل جارنا يلي بالحارة، يلي ما معه ولا ليرة، بس كل فترة بيروح وبيجي بيوزع لحمة للناس، وانت معك مصاري وما بتوزع شي للناس ولا بتطلع بالناس. ليش ما بتساعد مثل جارك يلي ما معه مصاري وهو بيقطع عن تمه حتى يعطي الناس؟ ليش انت مانك مثله؟ هذا الحكي كان عم يقله يا للغني. فالغني اطلع فيه هيك وضحك ابتسامة صغيرة. فهيدا الفقير يلي كان عنده انزعج منه. لما انزعج منه راح عالضيعة وصار يحكي عليه، وصارت العالم تكرهه كره مانو طبيعي. صار يحكي عليه بشكل مانو طبيعي، انه ما بيصير هيدا معه مصاري وما عم يتصدق للناس وما عم يعطي للناس، ومن هيدا الحكي يلي كله ماله طعمه. فبيوم من الايام اتوفى هيدا الزنجيل. طبعا بما انه هو ما بيساعد الناس ولا بيعطي شي للناس، ما حدا اجا على موته ولا حدا قام بالعزاء ولا قاموا من ارضه اساسا. ومضت الايام، فاجا هيدا الفقير قالوا له وحسوا عليه انه بعد فترة ما بقى وزع شي، ما بقى عطى شي. فراحوا لعنده قالوا له انه ليش ما بقى عطيتنا شي ولا عاد تصدقت ولا عاد عملت ولا اي شي يعني. فهيدا الشخص الفقير انصدم، قال لهم بكل بساطة: يلي كان يعطيني مات، فأنا هلأ كيف بدي أعطيكم؟ أنا كان يعطيني هيدا الزلمة يلي كان معه مصاري وكان كل شهر وكل فترة يتصدق عليكم ويعطيكم، وانتو رغم هيك رحتوا وعملتوا وسويتوا وكرهتوا وما خليتوا عليه. أنا كيف بدي وزع لكم وعطيكم إذا اللي كان يعطيني مات وراح؟ أنا كيف بدي أقدر ساعدكم؟ يلي كان يعطيني مات، وهذا السر ضل بيني وبينه، لأنه هو هيك بده، ما بده حدا يعرف إنه هو كان يساعدكم. وهلأ أنا بما إنه هو مات، أنا ما بقى فيني لا أعطيكم ولا ساعدكم. ما في غير ربكم هو اللي بيوقف معكم وبيساعدكم. الحكمة لا تحكم على حدا من المظهر والظاهر، ولا يهمك رأي أي إنسان فيك. أنت بتعرف حالك مين أنت، وربك بيعرفك شو أنت من جوا. يحكوا يلي بدهم إياه، يحكوا يلي بدهم إياه. رضا الناس غاية لا تترك، وقد ما كنت منيح رح تلاقي إلك 1000 عدو. إذا النبي عادوه وكرهوه وبالحجارة رجموه، شو ناطر من البشر؟ شو ناطرة من الناس؟ شو ناطرين؟ نحن قد ما كنا مناح وقد ما كنا أحسن الناس مع الناس، بالآخر بتلاقي مين وبيضلوا عم يحكي عليك وعم يذمك وعم يحكي بقفاك، وهو شو يا ريته بيكون أحسن منك أساسا. فلا هيك برجع بقولكم، قد ما حدا حكى عليكم وغلط بحقكم، بكفي إنه ربك بيعرفك أنت من جوا شو، وبكفي إنه أنت
أهم شي بتعرف حالك وبتعرف إنه أنت شو من جوا. فبرجع بقول إنه رضا الناس غاية لا تدرك أبدا أبدا. شو ما عملت وشو ما سويت بضل رأي الناس هو ما رح يغيروا شي غير إذا الإنسان اتغير من جوا. ولما بيتغير من جوا هون بتكون الدنيا صارت بألف خير. وبتمنى منكم إذا عجبتكم قصتي يا ريت تكتبولي بالكومنتات. وبتمنى منكم أهم شي اللي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك. وأهم شي ما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بأمان الله وحفظه ورعايته.